إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بينما الناس على هذه الأرض تظلم وتنشر ظلمها، إلا أن هناك من يكشف السوء ويجيب المضطر الضعيف إذا ناداه. نامت أعين وسهرت أعين، دموع سقطت وأرواح ذهبت، والسبب هو الظلم، ظلم الناس لبعضهم البعض وما دروا أن الظلم ظلمات. الظلم ظلمات يوم القيامة. بظلمك قد تنقلب حياتك رأسا على عقب، قد تنقلب حياتك من نعيم إلى جحيم. فدمعة المظلوم تراه جدا غالية وعزيزة عند الله سبحانه وتعالى. دمعة المظلوم تنزل من السماء كصاعقة على الظالم. يا مظلوم، لديك رب كفيل بك، فوض أمرك إلى الله واطمئن ولا تحزن. إبراهيم عليه السلام اظلموه قومه وكان يبون يحرقونه، فقال عليه السلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. فأصبحت النار بردا وسلاما على إبراهيم. لكل مظلوم ضعيف لا حول له ولا قوة أكل حقه، دمرت حياته، قطعت أرزاقه. إليكم هذا السلاح الفتاك، حسبي الله ونعم الوكيل. أنت هني تدري شنو سويت؟ أنت هني خليت ملف القضية من أي قاضي موجود بهذه الدنيا، وسلمت ملف القضية لله سبحانه وتعالى العادل، والله سبحانه وتعالى راح يتكفل بأمرك. هذا الدعاء الجميل العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما تضرع به أحد بصدق وإخلاص إلا وجبره الله. ما تضرع به مكروب أو مظلوم أو مقهور أو مهموم أو خائف إلا أمنه الله ووقاه وحماه من كل ظلم وهم وحزن وقهر. سلمه الله ونجاه. اتقوا دعوة المظلوم، دير بالكم منها، فإنها تصعد إلى السماء وما يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى أي حجاب. فالله سبحانه وتعالى يشوف هذه الدعوة، دعوة المظلوم اللي أنت ظلمته، اللي أنت ما ألقيت له بال، اللي أنت كليت حقه، اللي أنت قطعت رزقه، اللي أنت أسأت له، اللي أنت نصبت عليه، اللي أنت سويت فيه فعايل الله سبحانه وتعالى الوحيد العالم فيها. رفع ايده ودعا، هذه الدعوة راحت حق الله سبحانه وتعالى، وما بينه وبين الله سبحانه وتعالى أي حجاب. فيقول الله سبحانه وتعالى لهذه الدعوة: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى حجاب. الله أقسم بنصرة المظلوم ودعوته آجلا أم عاجلا. أنا بيك تطمن يا مظلوم، الله سبحانه وتعالى راح ينصرك قريب. إن لم ينصرك الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، فخلك متيقن ومتأكد ومؤمن بالله سبحانه وتعالى أن الله يخبئ لك النصر يوم القيامة، يوم الحساب. الظالم يظلم ويأنس في حياته وما درى أن وراه حساب وعقاب، ما درى أن في شيء منتظر وراح يجي لا مفر منه. إن أخذ حقك وظلمت، إياك أن تذهب إلى أحد من الخلق، فدع الخلق للخالق واتجه إلى الله سبحانه وتعالى وهو نعم الوكيل. سهام الليل هي سلاحنا، فهي تشق السحب والسماء وكل ما يواجهها حتى تلاقي الله عز وجل فيعدها بالنصر القريب. الله عز وجل طمن كل مظلوم بقوله: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. أي شخص ضايقك، أي شخص اغتابك وظلمك بأي شكل من الأشكال، من أشكال الظلم، ربنا راح ياخذ حقك منه بإذن الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. معاوية رضي الله عنه قال: إني لا أستحي أن أظلم من لم يجد علي ناصرا إلا الله. علمتنا سورة يوسف أن الظالم سيقهر في يوم من الأيام، وأن عاقبة الظلم وخيمة. فالأيدي التي ألقت يوسف في الجب هي نفس الأيدي التي امتدت ذليلة تسأله الصدقة. فإن غدر بك الأخوة سيحميك الله، وإن شوه سمعتك أحد سيرفع الله بإذن الرحمن شأنك مثل ما رفع شأن يوسف عليه السلام. الظلم من أسوأ الأمور التي قد يتعرض لها الإنسان في الدنيا، لكن الله عز وجل لا يغفل عن الظالم ويرد حق كل مظلوم. إن ما كان في الدنيا
راح يكون بإذن الرحمن في الآخرة، لأن الله عز وجل هو العادل وسمى نفسه بالعدل، وتوعد الله سبحانه وتعالى بكافة الكتب السماوية بالعقاب الشديد للظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 لا ترد دعوتهم: دعوة الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. تحمل إلى الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا أكبر دليل على أن دعوة المظلوم الله سبحانه وتعالى راح يستجيب لها، وراح يورينا عجائب قدرته بالظالم بالدنيا قبل الآخرة. هذا واحد استغل منصبه ونفوذه في أذية أحد الأشخاص العاملين بشركة أخرى غير تابعة له، فقط لأن هذا الموظف رفض أنه يستخدم مكانته من أجل إتمام عمليات وإجراءات غير مشروعة والله سبحانه وتعالى ما يرضى فيها. خسر هذا الرجل المظلوم المسكين وظيفته، وقطعت أرزاقه، وكان صاحب النفوذ في سعادة كبيرة، لأن هذا الموظف اللي ما أعطاه اللي يبيه، إلا أن هذه السعادة أبدا ما استمرت مع هذا الشخص الظالم، لأن المظلوم دعا على هذاك الظالم اللي تسبب بقطع للأرزاق وتعسر في الحالات المادية، فعسر الله سبحانه وتعالى على هذا الرجل صاحب المنصب والنفوذ، فسرعان ما زال ستر الله عنه، واكتشفت المؤسسة مساوئه، وخسر هذا الإنسان صاحب النفوذ والمنصب منصبه بسبب ظلمه. دير بالك أنك أنت تظلم أحد في يوم من الأيام، أو حتى تظلم نفسك. شلون أنا أظلم نفسي؟ إيه نعم، الإنسان ممكن أنه يظلم نفسه بسبب ظلمه للناس اللي حواليه، فكل أنواع الظلم هي في حقيقتها ظلم للنفس. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. خلونا نفكر، كم واحد بهالدنيا ظالم نفسه؟ كم واحد بهالدنيا تعدى حدود الله سبحانه وتعالى وظلم خلق الله؟ خلونا نتكلم عن الظلم، بس مو أي ظلم، ظلم النفس، مو ظلم الخلق. يعني أني أنا أعصى الله سبحانه وتعالى واتبع هوى نفسي، هذا من ظلم النفس. الإنسان عايش في ظلم نفسه، وهذا الشيء لا مفر منه إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى، والواجب عليه أنه ينقذها ويخلصها من هذا الظلم اللي هو ظلم النفس. بتقول لي شلون؟ أنا أقول لك شلون: بالتوبة، لأن التوبة تغسل الحوبة واللي تنقل العبد من إلى، مثل ما صار مع آدم وحواء عليهما السلام لما اعترفوا بالخطأ اللي سووه بالأكل من الشجرة اللي الله سبحانه وتعالى قال لهم لا تأكلون منها. بادروا بالتوبة، التوبة النصوح، والله سبحانه وتعالى بما أنهم تابوا واعترفوا بالخطأ، الله سبحانه وتعالى تاب عليهم. حتى موسى عليه السلام لما ظلم نفسه وقال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فكان تشريعا سماويا لمن وقع في هذا الظلم اللي هو ظلم النفس أن يتوب لربه سبحانه وتعالى، وراح يشوف أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. من أبشع الأمور اللي يرتكبها الإنسان اتجاه شخص آخر، وعقابه جدا 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 كبير عند الله سبحانه وتعالى. وأي دعوة تخرج من فم المظلوم فإنها تصيب وأبدا ما تخيب. فلا بد أن أنا أحذر من هذا القانون، وهذا القانون من قوانين الدنيا وسنة الحياة: كما تدين تدان. هذه كانت مريضة، فاضطر ولدها أنه يروح ويسكن عندها، خذ زوجته وراح يسكن عندها عشان يرعاها وهو زوجته. في يوم من الأيام دخل الولد على أمه فلقاها هزيلة الجسم، وبدأت تعابير وجهها تتغير للأسوأ. فسألها: ايش فيك يا يمه؟ شو اللي خلى حالتك تسيء بهالدرجة؟ يعني شو اللي حصل؟ فقالت له: يا يمه أنا مو قاعد آكل، وأنا زوجتك ما تحط لي الأكل بالكامل، عشان كذي أنا تعبت زيادة وتشوفني شاحبة الوجه ووجهي أصفر. غضب هذا الولد وراح حق زوجته يزفها، قال لها: احنا جايين عند أمي عشان نعاونها ونرعاها، وانت ما تحطين لها الأكل. أنا مو كل يوم أجيب لك الأكل وأجيب لك اللحم عشان تطبخينه وتحطينه حق أمي، انت ليش تقصرين معاها؟ تعجبت هذه الزوجة وقالت: حاشا والله، أحط لها كل اللي تبيه وأحط لها ماي عيوني بعد. لكن الزوجة قالت له: في شيء غريب أنا ملاحظته، كل يوم هذا الشيء الغريب يجي وياخذ الأكل عشان كذي أمك ما تاكل. فقال الولد: ما كل أنا أراقب هذا الأمر. وفعلا هذا الولد اللي هو الزوج راقب أمه، لما الزوجة تودي لها الأكل قبل لا الأم تشوف الأكل وتروح كان في طير غريب يدش الغرفة. شوفوا سبحان الله،
سبحان الله شلون الدنيا دوارة. هذا طير غريب شكله غريب يدش الغرفة وياخذ الأكل يبوقه وينحاش. فراح الولد حق أمه وقال له يا يمه ترى أنا شفت هالشيء وشفت هالشيء وشفت هالشيء، زوجتي تحط لك الأكل لكن في شيء غريب يدش الغرفة كأنه طير ياخذ الأكل وينحاش، ما أدري شو السالفة. فجأة ولا الأم تخر تبكي، إيش فيك يا يمه؟ شو السالفة؟ ليش تبكي؟ أستغفر الله يا وليدي وتستغفر، إيش فيك يا يمه إيش صاير؟ فقالت هذه الأم قصتها مع حماتها في السابق لما كانت هي صغيرة وحماتها كبيرة في السن، فكانت تمنع عنها الأكل لما صارت مريضة وهزيلة الجسم وتوفاها الله سبحانه وتعالى. وكأن الله سبحانه وتعالى الآن يرد هذا العمل لهذه العجوز بمثل ما فعلت مع حماتها في السابق، وهذا معنى كما تدين تدان. هذا رجل متكبر شايف نفسه، كان يطوف بالسوق وعليه تبارك الرحمن من حسن الهيئة، فمرت يمه امرأة وكانت هذه المرأة تبيع السمنة، فقال لها بتعالي وتكبر ماذا تبيعين يا امرأة؟ فقالت لها بيع سمنا يا سيدي. فقال لها أرني ما عندك. وفعلا هذه المرأة تبي تاخذ دلو السمن اللي كانت أصلا شايلتها فوق راسها، تبي تنزله، كان يطيح شيء من السمن ويحوش ثياب هذا الملك. غضب هذا الرجل، تعال سكته ما يسكت، كان يقول لها والله العظيم ما راح أروح من مكاني إلا لما تعطيني ثمن هذا الثوب. فالمرة شافته شلون أنا أعطيك ثمنه؟ أنت ما تشوفني أني أنا فقيرة وعلى قد حالي؟ يا ابن الحلال سامحني يا ابن الحلال ما أدري أنا من غير قصد، خلاص روح توكل على الله. طيب أخذ السمنة مني ببلاش وروح. قال لا 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 أبيك تدفعين ثمن الثوب اللي أنت وسختيه. طيب كم الثمن؟ ثمن الثوب اللي أنت لابسه؟ كان يقول لها 1000 درهم. قالت لا الله 1000 درهم؟ من وين أجيب لك 1000 درهم؟ أنا مرة على قد حالي قاعد أقول لك من وين أجيب لك 1000 درهم؟ أنا 10 درهم ما عندي، تقول الحين أنت 1000؟ كان يقول لي أنا مالي شغل فيك، والحين تدفعين لي 1000 درهم ولا ماني متحرك وبفضحك. فقالت له أرجوك ارحمني ولا تفضحني. وهو قاعد يهددها ويصارخ عليها ويتوعدها ولا يقبل عليهم شاب. كان يقول لهم شيكم؟ شو اللي صاير؟ فقالت له هذه المرأة القصة بالكامل، قصت له عليه الخبر اللي صار، أنا بنزل الدلو اللي فيه السمنة ووسخت ثيابه، وقال الحين يبي مني فلوس. كم يبي؟ يبي 1000. كان هذا الشاب يطلع 1000 درهم ويعطي هذا الرجل، وقال له خلاص الحين خذيت فلوسك يلا توكل على الله. وهذا الرجل المتكبر وهو ماشي كان يناديه الشاب تعال تعال وين رايح؟ احنا ما اعطيناك ثمن الثوب؟ كان يقول له ايه. كان يقول له زين وين الثوب؟ كان يقول له هذا اللي انا لابسه. كان يقول بما ان احنا اعطيناك ثمن الثوب فواجب عليك انك انت تعطينا الثوب اللي هو عليك. كان يقول له من صدقك انت تبيني امشي عاري قدام الناس؟ قال له مالي شغل فيك. كان يقول الرجل هذا المتكبر الطاغي، كان يقول له شلون اعطيك الثوب؟ انت تبي تفضحني؟ يا تعطيني الثوب يا تعطيني الثمن. كان يقول الرجل المتكبر زين وشنو الثمن؟ كان يقول له ثمن الثوب اللي انت اعطيتني اياه اللي هو 1000 درهم. كان يقول له لا هذا ثمنه راح، احنا اللي نطلب الثمن. وشنو الثمن هو اللي نطلبه تدفع لنا اياه عشان نعفو عنك. كان يقول الله يخليك لا تفضحني. هذا المتكبر، هذا الظالم، هذا اللي كان اساسا يبي يفضح المرأة. قال له ارجوك لا تفضحني. كان يقول له انت كنت بتفضح المرأة والحين ما تبيني انا افضحك؟ كان يقول له خلاص يا معود كم تبي؟ كان يقول له 2000 درهم. فقال له الرجل المتكبر هاك ال2000 بس اهم شيء انك انت ما تفضح.